جايبه لكم بقى النهارده يا بنات هديه ربانيه، وصفه هتطول الشعر الى الركب. شعر طويل وكثيف جدا جدا. هديه ربانيه، وصفه هتطول الشعر الى الركب. شعر طويل وكثيف جدا، خلطه لتطويل الشعر باسرع وقت ممكن. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان الشعر اهم حاجه طبعا عند البنت. يعني النهارده وصفتنا هي عباره عن ايه؟ هقولها لكم تاني. هديه ربانيه، وصفه هتطول الشعر الى الركب. شعر كثيف جدا وطويل، وكمان خلطه لتطويل الشعر باسرع وقت ممكن. سر خلفة الشعر. يعني ايه سر خلفة الشعر؟ يعني الشعر اللي هو هينبت تاني وهيبقى كثيف قوي 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 يا بنات. النهارده بقى البنت اللي بتعاني من تساقط في الشعر، شعرها قصير مش بيطول خالص، جربت كل الوصفات وكمان جربت وعملت واشترت حاجات عشان شعرها يطول وما نفعتش معاها وما نفعش معاها اي وصفه. النهارده انا جايبه لك الحل. وصفه جميله جدا جدا جدا. وصفه صدقوني يا بنات تجربه عن كل بنت جربتها، بجد شعرها طول قوي قوي قوي. تعالوا بقى بينا نخش في الوصفه. بس يا ريت ما تبخلونش علينا باللايك وكمان الاشتراك في القناه لو انتم مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد وكل وصفاتنا القادمه توصل لكم. تعالوا بينا بقى يا بنات نخش في وصفتنا النهارده واقول لكم المكونات بسرعه ايه هي. اول مكون معانا وهو طبعا اكليل الجبل. وانتوا بصوا شكله عامل ازاي، هوريكم برضو الشكل. بصوا هو ده اكليل الجبل، بنجيبه من عند العطار. تمام. حبه البركه. حبه البركه دي جميله قوي 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 للشعر، هوريها لكم برضو دلوقتي. بصوا اهي حبه البركه، هناخد منها معلقه. تمام. حبه البركه حلوه قوي 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 يا بنات في الشعر، هناخد معلقه. تمام. ولو زودنا عادي مفيش مشكله، بس هي معلقه تكفي، بس انا عشان هعملها لشخصين. بناخد ايه تاني؟ بناخد قرنفل. تمام. قرنفل ده هناخده قد ايه بالظبط؟ 6 حبات. ثواني هنعدهم يا بنات، هنعدهم. تمام. القرنفل حلو قوي قوي، ده ريحته جميله جدا، يعتبر معطر. اللي احنا هنحطه دوت جميل قوي 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 يا بنات. حاجه معانا، وطبعا حاجه مش متوقعه، انتوا مش هتتوقعوها، بس صدقوني حلوه قوي قوي قوي. هنحط معلقه حلبه يا بنات من اللي احنا بنجيبها وبنشربها. حلبه، ماشي، معلقه حلبه. وكمان مكون معانا تاني وهقول لكم عليه. بعد ما حطينا الحاجات المكونات بتاعتنا لسه في مكون اخير حطينا، هقول لكم دلوقتي حطينا ايه. حطينا اكليل الجبل، حطينا معلقه حلبه ومحلب. محلب اللي احنا بنجيبه يا بنات من عند العطار علشان الحاجه بتاعت العيد اللي هو الكحك العيد. وبعدين حطينا 6 حبات قرنفل وحبه البركه معلقه. وبعد كده هنحط زيت جوز الهند اهو. بصوا هنحط منه. تمام اهو يا بنات. بعد ده كله كده هنعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه في المكونات بتاعتي دي. من المتوقع يا بنات ان كل المكونات دي عايزه اقول لكم هي بجد جباره جدا للشعر. بنات كتير قوي 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 جربتها وصدقوني شعرهم طول جدا، بقى كثيف. يعني هي بتطول وبتكثف الشعر زي ما قلت لكم كده يا بنات. هي هديه ربانيه علشان يعني كل المكونات دي كلها فعلا هي هديه من عند ربنا لحاجه كده ما كناش متخيلينها ان هي تطول الشعر، وكمان تخلي الشعر يوصل للركب، وتخلي كمان شعر الكثيف ده اهم حاجه، وكمان هتطول الشعر باسرع وقت ممكن. هنجيب كوبايه ميه يا بنات زي ما انتم ما شايفين كده، كوبايه ميه اهي، وهنحطها على المكونات بتاعتي. تمام. كوبايه الميه دي يا بنات بتكون بارده عادي مفيش مشكله. بصوا بقى، بصوا المنظر، بصوا بقت عامله ازاي. حاجه كده بصراحه يا بنات وهم، حاجه تحفه جدا 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 للشعر. بعد ما عملنا كده هنعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه فيها علشان نستفيد بالوصفه بتاعتنا. احنا هناخد المكونات دي معانا ونروح نغليها، نحطها على النار، بس نحطها طبعا في حله، في حله ألمونيا او حله ستانلس. وبعد كده هنحطها تغلي مع بعضها، وبعد ما تغلي هجيلكوا تاني. جيت ليكوا يا بنات بعد ما غليت المكونات بتاعتي، وبصوا بقى عامل ازاي. ده التفل طبعا اللي فضل منه، ماشي. عايزه اقول لكم بجد يعني حاجه جباره جدا جدا جدا. بصوا، بصوا عامل ازاي. كلهم دول انا صفيت بقى منهم
تمام. طب انا هعمل ايه؟ صفيت. بصوا بقى اللي انا صفيته هو ده. بصوا بنجيب ازازه ونحط فيها بخاخه، او ممكن نجيب بخاخه جاهزه ماشي، بس انا حبيت بس عشان اوريهولكوا هنعمل ايه بالمكون دوت. بصوا بقى يا بنات، هنضطر ان احنا طبعا نحفظ المكون بتاعي ده اللي انا عملته ده ليله كامله في حاجه مغلقه ماشي. بنقفلها جامد كويس جدا، بصوا زي ما انتم شايفين كده ماشي. وبعد كده طبعا دي انا حافظوها تمام، فالتانية انا هحفظ الكميه اللي انا لسه عاملاها دلوقتي، ودي كميه انا كنت عاملاها من امبارح علشان اوريها لكم. بعد كده طبعا بنلاقي لونها بقى غامق قوي قوي عن اللي احنا كنا عاملينه. بعد كده يا بنات بنيجي نجيب شعرنا نغسله كويس جدا، وبعد ما نغسل شعرنا كويس جدا نجيب المكون بتاعنا دوت وننشف شعرنا. بنجيب المكون بتاعنا ده وبنيجي نعمل نرش. بصوا نرشه ازاي على شعرنا. بصوا بنبتدي ان احنا نرش بصوا كده ماشي. وبعد ما نرش يا بنات بنفضل ندلك، واحنا بنرش ندلك شعرنا كويس جدا. الوصفه دي يا بنات عايزه اقول لكم، عايزين تغسلوا شعركم من بعدها اغسلوه، مش عايزين ما تغسلوش. الحلبه لو حد قال لي ريحتها ومش عارفه ايه وكده، زيت جوز الهند بيغني عن الريحه بتاعه اللي هي الحلبه، مش هيخلي ليها ريحه. وغير كده كمان القرنفل يعتبر معطر كويس قوي 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 للشعر. للمكونات اللي انا حطيتها بنستخدم الوصفه دي يوميا، مفيش مشكله، ممكن الصبح وبالليل عادي، بنلاقي نتيجه في اسرع وقت بجد يا بنات. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، بالنسبه للناس اللي هم مش بيعانوا من اي مشاكل صحيه بس عندهم شعرهم خفيف، اللي هم شعرهم خفيف قوي والمفروض ان سنهم يبقى شعرهم حلو، عايزه اقول لكم الوصفه دي بنستخدمها كلنا عادي مفيش مشكله. هتصدقوني هتلاقوا فرق، وفرقت معاكم جدا جدا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.